الكثير يسأل عن برامج المونتاج، لكن لا أحد يوفر المطلوب لذلك، كالذي يريد الزواج مثلا ولا يوفر لذلك بيتا. مرحبا، أنا بوغلاس، مصور وصانع أفلام، وهذا ما يجب أن تسأل عنه قبل سؤالك عن برامج المونتاج. برامج المونتاج على اختلاف أنواعها وأشكالها تحتاج لأجهزة الحاسوب ذات الكفاءة العالية، سواء كانت ويندوز أو ماكنتوش. اليوم سنقوم ببناء ورك ستيشن من الفئة المتوسطة لغرض المونتاج بجودة 4K. لكن قبل الخوض في ذلك، وكما ذكرت، كل برنامج مونتاج على حدة يحتاج لمواصفات وإمكانيات معينة في الحاسوب ليشتغل بشكل جيد. على سبيل المثال، أدوبي بريمير برو من شركة أدوبي يرتكز بالأساس على قطعة البروسيسور في الجهاز للاشتغال بشكل جيد، فيما البرنامج المنافس والوحش دافينشي ريزولف من شركة بلاك ماجيك يرتكز بالأساس على جرافيك كارد، كارت الشاشة في الجهاز للمضي قدما. ويبقى العامل المشترك بين كل البرامج أنها تحتاج لأجهزة قوية للعمل بكفاءة عالية. هيا بنا على المقادير إذن. أما البروسيسور، وهي إحدى القطع الأساسية في الجهاز كما قلت، فقد اخترت رايزن 9 من شركة AMD. ولأن البروسيسور CPU اختصارا قطعة أساسية في جهازنا هذا، فإنه يحتاج إلى تبريد ذو جودة عالية، كالعروس في بيتك مثلا تحتاج إلى تكييف جيد. هذه الأمثلة الغريبة. ولهذا اخترت الوحش IQ للرايزن 9 لكي يقوم بتبريده بشكل جيد. وللعمل بذاكرة جيدة خصوصا مع رايزن 9 اخترت الميموري من تيم جروب 5600 ميجا هرتز 64 جيجا. أما كارت الشاشة، وهي جرافيك كارد، وهي إحدى القطع المهمة أيضا والأساسية في جهازي المونتاج، فقد اخترت هذه الجميلة 4070 تي من جي فورس، وذلك لكي تحظى بمشاهدة بدقة عالية تماما كما تحلم أن تجد ذلك في بيتك بعد الزواج مثلا. لكن الفرق هنا أن كارت الشاشة جودة صورته مضمونة 100%، أما البيت بعد الزواج فذلك يبقى حلم كل شباب عازب. المهم أن كل هذه القطع لا بد لها من قطعة أم تحتوي كل ما سبق ذكره، ولذلك اخترت الكارت الأم الماذر بورد، وهي X670A. والماذر بورد دي جبارة يا اخوان. وبعد لم هذه التركيبة لابد من علبة قوية تمد كل هذه القطع بالقوة الكهربائية المناسبة. وهنا اخترت الباور سبلاي 850 الجولد من شركة كولر ماستر. أما بالنسبة للكيس، فقد اخترت هذه الغرفة الغول المظلمة من NZXT، والتي بإمكانها أن تحتوي كل هذه القطع الضخمة، خصوصا كارت الشاشة الكبيرة جدا. جهازنا الجبار جاهز للحرب، وأنتم يا سادة وفروا شيئا مشابها. بعد ذلك يمكنكم أن تسألوا عن برامج المونتاج.